كتير بتسأل السؤال ده، وفرصة نخلصه بقى عشان هو بيتسأل كتير جدا. يقول لك دكتور انا بشوف حاجه قصاد عينيا تتحرك كده. هي فعلا بتتحرك قصاد عينيك، بس المفاجاه انها مش قصاد عينيك، هي داخل عينيك. ده عباره عن ايه؟ عباره عن السائل الزجاجي، او العين جواها حاجه اسمها السائل الزجاجي زي ده، زي ده بالظبط كده. السائل ده عباره عن جيلاتين بيحصل فيه يعني جزء منه كده بينكمش او يدخل ويتحرك جوه العين زي المنظر ده، وده يعمل شادو على الشبكيه من جوه الجزء ده، ويبان كأنه خيال قصاد عيننا بيتحرك، وده بنسميها الذبابة الطايرة. ملهاش أي تأثير سلبي على النظر، ما تخافش يعني، مش هتأثر على نظرك في حاجة خالص. لكن أحيانا بس لو معاها حاجة زي فلاش نور بيظهر زي الليزر يمين أو شمال، ده اللي لازم يستدعي فحص الشبكية بتاعتك. غير كده انساها، ملهاش أي تأثير على النظر، ما تخافش منها. دي حاجة فسيولوجية بتحصل في أي عمر، وطبعا في حاجات تانية ممكن تزودها مش حابين نتكلم عليها، لكن هي حاجة فسيولوجية ملهاش أي تأثير على نظرك، ما تخافش منها.